بعنوان الحساب الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 12 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة 2 في موضوع الحساب. اللهم ثبتنا عند الحساب يا رب العالمين. وهذه الحلقة تتصل بأهمية الحلقة السابقة، وقلت في مقدمة الحلقة الماضية 11 أن حلقة الحساب من أخطر حلقات الدار الآخرة أو من الحلقات الهامة في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة. وأكرر ما أقوله في كل بضع حلقات أو في كل سلسلة دروس، أن حلقات الدار الآخرة ليست قصصا يقص، وليست يعني تسلية وتضييع للوقت، ولكن عبارة عن تفتيح لقلوبنا، عسى أن يتوب العاصي وأن يهتدي الضال وأن يرتدع من يأكل حراما، وأن يعيد أصحاب المظالم أو الظالمين إلى أصحاب المظالم مظالمهم، لأن هناك لا يستطيع الإنسان أن يرد مظالم الناس إلا بالحسنات وبالسيئات. فهناك لا فيه واحد بنديله رشوة عشان يمشي الحال، ولا مأمور ضرائب يمشي نكبر مخنا معاه، ولا راجل من بتوع التموين، وإنما هناك رب قهار جبار يقول يوم القيامة لا ظلم اليوم، الملك يومئذ للرحمن سبحانه وتعالى. ويوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالأمر يوم القيامة الله عز وجل ليس لأحد، وما دام أن الأمر لله فإنه لا بد أن يعيد الإنسان حساباته قبل أن يلقى رب العباد سبحانه وتعالى. فإننا قد قلنا إن المسلم الذكي أو السعيد الذي أعد قبره قبل أن يدخله أو قبل أن يسكنه، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه، ثم ترك دنياه قبل أن تتركه. لكن الكارثة فينا جميعا أننا لا نترك الدنيا، ولكن هي التي تتركنا. مفيش حد فينا بيسيب الدنيا، حتى اللي بيمسك في منصب من المناصب مش عايز يمشي، وإذا أحيل إلى المعاش أو إلى الاستداع بيجي له اكتئاب بعد ما كانت الناس بتعظم له وبتحترمه وبتجله وتكبره، إذا بها تتركه وتهمله ولا توقره ولا تعظمه، فبيحصل له اكتئاب وحالة نفسية غريبة. والمسلم من الواجب أن يضع في ذهنه أن الدنيا كلها بما فيها ومن فيها عارية مسترجعة، شيء أمانة سوف تعود إلى خالقها سبحانه وتعالى، وما على المسلم إلا أن يعيد الحسابات في أن يترك الدنيا قبل أن تتركها. لازم تسيب الدنيا، ومعنى أنك تسيب الدنيا مش تسيب الشغل وتسيب تعتذر الناس، لا، تعيش بين الناس بجسدك ولكن قلبك مع ربك سبحانه وتعالى. تعيش مع الدنيا في العمل وفي الأعمال وفي الأرزاق وفي السعي وفي الكد وفي تحصيل العلم، ولكن قلبك متصل بالله عز وجل، تدعوه ليل نهار، عسى أن تكون من التائبين، وعسى أن يكون قد غفر الله لك أو نظر إليك نظرة رضا تكون فيها سعادة الدهر كلها. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين يا رب العالمين. ثم بعد ذلك المسلم الحقيقي والمؤمن الذي يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم يعد العدة للقبر قبل أن يسكنه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجو من ضمة القبر أحد؟ قال لا. قيل ولا القاسم ابنه يعني؟ قال ولا إبراهيم الذي هو أصغر منه. سبحان الله، يعني القاسم ابن سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
الصحابة بيسألوه، حتى القاسم برضه الضغط القبر ضغط عليه كاد أن يعني يضيعه، قال ولا إبراهيم اللي أصغر منه ابن رسول الله برضه ابن السيدة ماريا القبطية. سبحان الله. يبقى إذا القضية ضمة القبر لن ينجو منها أحد، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. وسعد بن معاذ هذا رضي الله عليه الذي اهتز العرش يوم موته، دليل يعني كم مكانته عند الله أن يهتز عرش الرحمن لموت بشر، ورغم ذلك لم ينجو من ضمة القبر. فالنجاة من ضمة القبر كما قال أحد الصالحين كفكر بلخ الله يرضى عليه، قال بحثنا عن ضياء لقبورنا فوجدناه في قيام الليل. قاعد يدور ايه اللي ينور قبري، ايه اللي يخلي القبر المظلم ده منير. اصل انت بتظن للاسف انك عندما تضع ميتك كما قلنا في الحلقات الاولى وتسميه بالميت، هو ميت في عرفك انت، ميت بالنسبه لك انت، لكن بالنسبه له هو قد انتقل من حياه الى حياه من نوع اخر. يعني هو الميت عباره عن ايه؟ نقله من حاله الى حاله، نقل من دار إلى دار، من طريقة حياة إلى طريقة حياة. هنا يعمل ولا يعلم، بعد ما دخل القبر يعلم ولا يعمل. هنا في الدنيا يأكل ويشرب، في القبر لا يأكل ولا يشرب، وإنما يؤكل ويشرب، تأكله الدود. سبحان الله. الديدان تبتدي إيه؟ تتسلى عليه، وهوام القبر تتسلى عليه. سبحان الله. هنا في الدنيا يتكلم معنا فنسمعه، هناك في القبر ربما يتكلم ولكن لا نسمعه. كل ما نستطيع أن نسمعه أن نراه في رؤيا. شوفوا في رؤيا يحكي لنا حكاية، بيقول لنا قصة، بيسألنا سؤال، بيطمنا عن نوع معين أو شيء معين. فالمسلم يجب أن يراعي أن يضيء قبره بقيام الليل. قال شقيق البلخي بحثنا عن ضياء القبور فوجدناه في قيام الليل. قال وبحثنا عن صدق الإخلاص مع الله فوجدناه في ركعتي الضحى. في ناس كثيرة جدا مننا بينسى موضوع ركعتي الضحى. ركعتين الضحى دول انت بعد ما تصلي صلاة الصبح يستحسن أن تظل في مجلسك الذي صليت فيه إلى أن تطلع الشمس. من صلى صلاة الصبح وانتظر حتى تطلع الشمس فصلى ركعتي الضحى فكأنما حج واعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لكل عبد 360 مفصلا، 360 مفصل، على كل مفصل صدقة كل يوم. يعني أنت لازمك كم صدقة في اليوم؟ 360. أنت احتمال في 10 سنين ما طلعت 36 صدقة، لكن في كل يوم مطالب أنت ب 360 صدقة، مطالب أمام الله من جزاء أو يعني من تحت عنوان الشكر لله على نعمه 360 صدقة. طب واحد ما عندوش يعمل ايه؟ قال يجزئ عن هذا ركعتي الضحى. فمن صلى ركعتي الضحى فكأنما اولا حج واعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقام سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تصدق ب 360 صدقة. يبقى اذا هذه اعمال بتكثر الايه؟ زي بالضبط واحد كل ما يجي له قرشين يروح يحطهم في البنك، كل ما يجي له قرشين يحطهم في البنك وينساهم، يجي قرشين يحطهم في البنك، لما يجي بعد 10 سنين يروح البنك هو نسي حسابي كام؟ يقول له حسابك 15,000 جنيه. لا منين؟ ده كلهم 20 جنيه في 30 جنيه في 40 جنيه جمعوا. هكذا العبد يوم القيامة لما تتفتح الحصالة بتاعت الأعمال تجد خيرا كثيرا عند ربك. فاللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لك يا رب العالمين. يبقى السعيد من ترك الدنيا قبل أن تتركه، بنى قبره قبل أن يسكنه. مش بنى يعني مجرد مبنى، لا، يعني جهز نفسه إيه اللي ينفعه في القبر. هل البكش بتاع الدنيا ينفع؟ لا. هل النصب والاحتيال بتاع الدنيا ينفع في القبر؟ لا. هل المال الحرام ينفع؟ أبدا. هل تسأل نفسك هذه الأسئلة. الدليل الثالث على أنك من السعداء المقبولين، اللهم اجعلنا وإياك منهم والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين، حاضرين والغائبين إن شاء الله. من أرضى خالقه قبل أن يلقاه، من أرضى خالقه قبل أن يلقاه. أنت سوف تلقى الله. اللي يقول بقى إيه في الحصة بتاعت النهاردة اللي هو الجزء الثاني في الحساب أو الحلقة الثانية في مسألة الحساب.
تركنا العباد في الحلقة السابقة وقد نودي على أئمة الخير ونودي على أئمة الشر. إمام الخير الراجل اللي بيقود الناس إلى ما يرضي الله، ربنا سبحانه وتعالى يغدو على رؤوس الأشهاد قدام الناس كلها، وبعد أن يحاسبه ويكرمه بكرامته ومغفرته ورحمته يقول: يا عبدي بلغ من خلفك بمثل ما بشرناك به. زي ما انت ليك في الجنة هم لهم، لأنهم كانوا ناس طائعين للخير ولأهل الخير. يجب علينا إن رأينا أحدا على معصية، هل يا ترى نسكت ولا نسيبه في حاله؟ لا، ما نسكتش. ليه؟ لأنه يوم القيامة سوف يتعلق بك إنسان قال: رأيتني على الشر ولم تنهني. لكل العلماء المنافقين الذين ينافقون كل الحكومات في كل البلاد، سوف يسألهم الله عز وجل عن علمهم ماذا صنعوا مع حكامهم. يا ترى قالوا لهم ولا ما قالوا لهمش؟ يا ترى تقاعسوا وخافوا على أنفسهم أم أنهم أبلغوا كلام الله عز وجل؟ يا ترى أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر؟ يا ترى صنعوا ما كان يصنعه الصحابة مع الخلفاء والمسلمين مع أمراء المؤمنين سواء في الدولة الأموية أو العباسية على مر الزمن كله، أم أنهم يفضلون مع من يفضل ويزمرون مع من يزمر؟ لا، سبحان الله. إن كان الناس بتزمر كلها يبقى العلماء من الواجب ما تزمرش، وإن كانت الناس بتنافق كلها يجب على العالم ألا ينافق وألا يخاف في الله لومة لائم. ليه؟ لأن ربنا هيسأله عن هذا العلم: هل بلغت؟ لا يا رب بلغت. أنت بلغت الغلابة اللي ما يقولكش لا، لكن رحت للراجل المتعب ده وقلت له، رحت سبحان الله لهذا وبلغته، قلت كلمة الحق إن استطعت أن تقول، يبقى هنا سوف يسألنا جميعا رب العباد على مسألة الإيه؟ مسألة تبليغنا أوامر الله عز وجل وتبليغنا سبحان الله النواهي التي نهى رب العباد سبحانه وتعالى، المنهيات اللي ربنا نهى عنها. ليه؟ لأن دول هيتعلقوا في رقبته. وانتم ما قعدتوا معانا ما قلتولناش، ما انتوا زرتونا وما قلتولناش، رحنا زرناكم وما سمعتوناش. لا، احنا بقى في كل وقت وفي كل حين، وهذه مسؤوليتنا جميعا أن نبلغ كلام الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولو آية. قل والله أنا سمعت الشيخ بيقول كذا، قل له أنا ما بجيبلكش، أنا ما مش بتاع جدال، أنا الراجل في الجامع قال لنا معلومة أنا بنقلها بس. فرب سامع أوعى من مبلغ، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولعلنا رأينا سيدنا سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص عندما استوقف عمر بن الخطاب وهو يخطب على المنبر: أيها الناس اجلسوا واستمعوا. قال سعد: يا أمير المؤمنين لا جلوس ولا استماع، لا نقعد ولا نسمع. لما يا أبا عبد الله؟ ليه مش هتقعد ولا تسمع؟ قال: وزعت علينا من بيت المال كل واحد منا ثوبا، وأنت رجل طويل، فمن أين جئت ببقية ثوبك؟ كنت اديت كل واحد 5 متر، انت راجل بتاخد 7-8 متر، جبت منين ال3 متر التانيين دول؟ فيبحث عمر عن عبد الله ابنه: يا عبد الله ابن عمر. نعم يا أمير المؤمنين، أجب عمك. قال له: أعطيت ثوبي لأبي فأكمل ثوبه. قال: الآن نجلس ونستمع. هذا هو الدين، هذا هو التبليغ، هذه أمانة العلم. ليه؟ لأن سبحان الله قال عمر رضي الله عنه عندما قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. خلاص، ما دام شايفيني ماشي ما يرضي الله يبقى أنتوا تطيعوني ما تعصونيش. لما تشوفوني منحرف أو أقول لكم كلام وبعمل أنا غيره، أقول لك شد البطون وأنا باكل كل يوم مش عارف إيه، يبقى إيه؟ ملكوش طاعة علي. قال أبو حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه: يا أمير المؤمنين والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. نرفع عليك السيف. فتبسم عمر وقال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. رضي الله عن صحابة رسول الله. اللهم احشرنا في زمرتهم، واجعلنا من جيرانهم في الجنة، واجعلنا من الذين يكونون تحت لواء رسولك صلى الله عليه وسلم، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. إذن أخطر المواقف في الحساب يا أخوانا مسألة المظالم. مسألة إيه؟ مظالم العباد. حتى إن كثيرا من الناس يقال إن الأم والأب يبقى لهم حقوق عند أولادهم، فالحقوق دي بياخدوا بيها إيه؟ حسنات. ياخدوا بيها حسنات.
طيب حسناته خلصت، يحطوا من سيئاتهم على ابنهم، ويتمنى الأب والأم أن يكون لهما من الحقوق عند ابنهما أكثر من هذا. يعني إذا فين العاطفة بقى؟ فين الحنان؟ ليه؟ لأن الكل يقول نفسي 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 نفسي، مفيش لا أم ولا أب، ولا سبحان الله، لا تعرف لا أبوك ولا أمك ولا أبوك ولا أمك يعرفوك، ولا مراتك ولا ابنك ولا عمك ولا المدير بتاعك، وأبدا كل واحد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ليه؟ لأن كل واحد كل صورة معلقة من عروضه، مفيش حد ولا يسأل حميم حميمة، خلاص مفيش حد يسأل عن الثاني. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل أعداء، الأصدقاء الصداقات كلها عداوات إلا المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. يبقى إذن لما أنت تصاحب الأتقياء يبقى ده هيشفع لك يوم القيامة زي ما هنيجي في حلقة الحساب إن شاء الله. لكن لما ربنا يحب يكرم واحد ظلم واحد ظلمك كويس، ولكن هذا الظالم صنع خيرا كثيرا بينه وبين ربه، ومظلمتك على قد كده صغيرة، يعني ظلمك ظلم صغير. طب يعمل ايه يوم القيامة؟ هل يأتي الله عز وجل في أول ما يفصل في مظالم العباد. أول حاجة يفصل فيها مظالم العباد، يجيب الاثنين الظالم والمظلوم. اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب. يقول عبدي ما لك عنده؟ قل يا رب باعني كذا فغشني في البيع، مثلا يعني باعني عربية وقال لي مش عارف ايه وطلعت، باعني بيت او ارض وطلعت سبحان الله، اخذ فلوسه وضحك على اي مظلمة. خلي بالك بقى قصاد كل حاجة بالميزان هناك بقى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. مش حد يعني لو لك سبحان الله لدرجة أن قلنا إن الله عز وجل يأخذ حق الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني الشاه أم قرن نطعت الشاه اللي ملهاش قرن، ربنا ياخد حق دي من دي. تعال أنت بقى اللي خدت من فلوس إخواتك مثلا في ميراث أو غيره، وصد كل دانق، والدانق احنا قلنا أنه يساوي 2 مليم مصري. يعني الدانق ده ما يجيبش حاجة. 5 دانق بكام؟ بقرش، والقرش برضه ما يجيبش، حتى ما فيش قرش. خلاص سبحان الله. يبقى الدانق ابو 2 مليم ده انت اخذته من اخوك في الدنيا، وصاد ياخد يوم القيامه؟ ما هناك يوم القيامه ليه ياخد من حسناته. وصاد ال2 دانق ياخد ثواب 700 صلاه مفروضه مقبوله. يعني انت في الشهر بتصلي كم صلاه؟ قول 150. خلاص قول 150. يبقى تقريبا كده قول مثلا ياخد 6 اشهر منك، ياخد نص سنه قصاد 2 مليم. نفرض ان انت اكلته في 10,000 جنيه، يبقى اتدرون من المفلس؟ شوف الاحاديث بتفسر بعضها ازاي. اتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا درهم. اصل الناس اللي بيشتغلوا نصابين في الزمن ده مفكرين ان الدنيا كده. طب وبعدين خدها، اخذت الارض بتاع خدها، اغتصبت الشقه خدها مع السلامه، اخذت من حق توكل على الله، اذيت الناس خلاص، ما كله يوم القيامه. فبعد ما ياخد بقى المظلمه بتاعته يقول له عبدي نعم يا رب، ده المظلوم بقى، هل رضيت؟ لا لسه يا رب ما رضيتش. فيقول الظالم يا رب لقد اخذ كل حسنات، عشان ما يبقاش لحد له حجه على الله يوم القيامه. فيقول الله للعبد المظلوم بقى لقد اخذت كل حسنات برضه، عشان يبقى كله بيتخلص من بعض. يقول يا رب ده المظلوم بقى خذ من اوزاري وضع علي، انا مالي دلوقتي باخد حقي، ياخذ من اوزاره. يبقى هو بيحمل اوزاره اساسا واوزار من ظلمهم. هذا الظالم صنع خيرا ما. في زمن سيدنا سليمان راجل حفاظ يجي عند طائر له فرخين يطلعوا يتقسوا من البيضه، يروح الحفاظ ده طالع الشجره واخد الفرخين يروح ماشي. ابوهم وامهم يزعلوا. ثاني شهر الحكايه دي، ثالث شهر ذهب هذا الطائر الى نبي الله سليمان. يا نبي الله، في راجل حفاظ كل ما البيض بتاعه يفقس فيقطع الفرخين
يروح جاي واخدها. وانا اريد ان اعقب في الدنيا خيرا، عايز يسيب ذريه. وكان سيدنا سليمان اوتي ان يفهم منطق الطير. يا ايها الناس علمنا منطق الطير. سبحان الله. فامر سليمان 2 من الشياطين الجن ان يقف عند الشجره. الراجل الحطاب ده لو طلع يروح واخدينه. جن بقى، يعني مش بعت له 2 غفر، لا جن، مش 2 مرشدين شغالين في الجوال، لا جن. الفرخين طلعوا من البيضه، جه الحطاب راح طالع واخد الفرخين وماشي. الطائر راح اشتكى لسيدنا سليمان: يا نبي الله، ما جيت اشتكيت لك، يقول لك الراجل المال بياخد بتاع الفرخين بتوعي. سبحان الله. لقد ارسلت اليه 2 من الجن ياخذانه ان اراد بك سوءا. فقال الله: يا سليمان يا ابن داود. نعم يا رب. اسمع بقى، الحطاب وهو خارج من بيته راح يحطب بقى، معه كسرة خبز وكده عشان ياكلها في الجبل وهو بيحطب. مر عليه فقير فأعطاها له ابتغاء مرضاتي، فقال الفقير: وقاك الله ميتة السوء، فحفظناه من بين يديه ومن خلفه. كسرة خليته انتصر على 2 بتوع الجن، ما قدروش يعملوا له حاجة. ليه محصن حواليه رعاية الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمانه. لما عناية ربنا تنزل عليك سترها. فلما ربنا يحب يكرم عبد يوم القيامة من الحسنات اللي عملها، يدي رشوة حلال للمظلوم، فيقول للمظلوم: انظر خلفك. يبص المظلوم يقول: الله عبدي ماذا ترى؟ شايف ايه وراك؟ يقول: يا رب أرى قصورا من ذهب لها قبب من فضة وزبرجة، لأي نبي هذه أم لأي شهيد أم لأي صديق؟ لا لنبي ولا لشهيد ولا لصديق، إنما لمن يعطيني الثمن. قال: وما ثمنه؟ قال: أن تعفو عن أخيك. قال: عفوت عنه. قال: خذ بيد أخيك إلى الجنة. لما رحمة ربنا بقى خلاص. سبحان الله. لذلك الملك يومئذ الحق لمين؟ للرحمن، ماشي للجبار، لا للقهار. انما الملك يومئذ الحق لمين؟ للرحمن. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. بس زي ما الامام الشافعي بيقول: من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب. صح ولا لا؟ يعني من الواجب ان انا لما اعمل غلط اتوب منه، لكن من الافضل ان انا ما اعملش الغلط. من الواجب ما اعملش الغلط. طيب، اول ما يقضى في مساله المظالم مساله الدماء، كما قلنا في اخر الحلقه السابقه عشان يبقى متوصل الحلقات مع بعضها. اول شيء الدماء، القتل المادي والقتل المعنوي. القتل المادي واحد واخد سكينه ولا عصايه ولا خبط واحد بعربيه متعمدا عشان يريح الدوله منه او حاجه، المهم اي طريقه قتل دي كلها اول ما يقضى يوم القيامه يقضى في الدماء. فيؤتى بالقتيل يحمل راسه على كفه. المنظر مرعب ازاي؟ القتيل انت ما تقدرش تشوفه في الطريق العام وهو مقتول، شايل راسه على ايده، تشخب اوداجه دما، كل شرايينه واوردته بتشخب دم. يقول: يا رب، وماسك بايده الثانيه مين؟ القاتل ايا كان. طب نفرض ان واحد امر واحد ان يقتل واحد، يبقى يمسك الاثنين. طب نفرض واحد امر 50 ان يقتل واحد، يمسك 50. حتى قال عمر بن الخطاب ان في 7 من اهل اليمن قتلوا رجلا، 7 كلاموا على على قتل الرجل. فقتل عمر 7. ابن عمر اقام الحد على 7. قال: امير المؤمنين تقتل 7؟ ده واحد. قال: لو اجتمع عليه اهل اليمن جميعا لقتلتهم جميعا. خلاص، يبقى اللي امر. لكن في القانون الوضعي يقول لك اللي حرض غير اللي مش عارف غير انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. ان كل من الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. يعني انت لو قلت لواحد ده في درس علم في الحته الفلانيه ويمكن ما تروحش، يروح يحضر ياخد ثواب وانت تاخد ثواب. ولما واحد تاني يقول له ده في حته فيلم في السينما بقى، انما وما يروحش، ده خد الذنب وده خد الذنب. الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. سبحان الله. يا رب سل هذا فيما قتلني، بيقتلني ليه؟ لما قتلته؟ يقول: يا رب قتلته لتكون كلمتك هي العليا. قال: صدق عبدي، ادخلوا القاتل الجنه. هنا قاتل في سبيل في سبيل الله. واحد قتل في سبيل، واحد راح يحارب، واحد سبحان الله منع شرا عن المسلمين، هذا في الجنه ان شاء الله. اما الثاني: لما قتلته؟
قتلته لتكون لي الكلمة العليا أو تكون العزة لي. سبحان الله. أول حاجة يروح إيه؟ على النار والعياذ بالله. قبل هذا الموقف إحنا في الحساب هننقسم 3 أقسام. أول ما يبدأ الحساب إحنا 3 أقسام على طول. قسم لا حسنة لهم والعياذ بالله ولا حسنة، تخرج أعناق من النار تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. ده هيقف الحساب ليه؟ ده بقى أصل اللي هيوقف الحساب ده فيه إيه؟ في معاذير وفي واخد بالك، لكن القضية هنا ما عملش حسنة، فتطلع الأعناق من النار تروح ملتقطهم والعياذ بالله رب. نسأل الله السلامة. ده من الدار للنار. أول ما يقف الحساب وطول الوقفة أول ما يبدأ الحساب تطلع أعناق نار تلتقط مين؟ من لا حسنة لهم. النوع الثاني المن لا سيئة لهم. حاجة بقى فوق قوي. أول من ينادى يوم القيامة اللي مش هيقف للحساب، أول من ينادى ليقم الحمادون لله على كل حال. اللي بيحمد ربنا في السراء والضراء والصابر في البأس وحين البأس وفي الضنك وفي السعة، في حالة من الحمد المستمر يلهج بحمد الله عز وجل. سبحان الله. سيدنا موسى بيقول له يا رب كيف أشكرك يا رب، وشكري لك نعمة تستوجب الشكر. معنا يا رب أشكرك إزاي؟ معنا لو شكرتك هي في حد ذاتها دي نعمة عايز أشكرك عليها أنك قدرتني أن أنا أشكرك. قال يا موسى لقد شكرتني. يا سلام، شو الدلال بين الكليم وكلمه. بقول له يا موسى أنت شكرتني بالشكل ده، يا رب ما أنا أشكرك إزاي؟ ما لو قلت الحمد لله، مش الحمد لله دي أساسا تستوجب أن أحمد الله أن رزقني أن أحمده، لأن في نوع ثاني ما بيحمدش. في نوع والعياذ بالله صغارا وكبارا رجالا ونساء لا يحمد الله على أي حال، ولا يقول الحمد لله إلا بعد للأسف بعد ما يشتكي لك الشكوى كلها يقول لك أهو وبنحمد ربنا. لا، ليس هذا حمدا، ليس هذا حمدا. ليه؟ لأنك تشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. ما توحدوه، لا إله إلا الله. إذن الله عز وجل يقسمنا يوم القيامة أقساما 3: من لا حسنة لهم على النار على طول، من لا سيئة لهم، أول نوع منهم الحمادون لله على كل حال. مين كمان؟ الأرملة التي مات زوجها وترك لها يتامى فربتهم وأحسنت التربية. دي إيه؟ دي مش بس على الجنة. ده سيدنا الحبيب يقول بين أقعقع حلقة الجنة لأدخل إذا بامرأة سفعاء الخدين تريد أن تسبقني. سفعاء الخدين يعني وشها مصفر، هزيلة، تعبانة متعبة من التربية. سبحان الله. من أنت يا أمة الله؟ أنا امرأة تركها زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم، فيدخلها الرسول معه خطوة بخطوة. شوف العظمة ازاي. هذا برضه من باب الحمد ومن باب الصبر. اللهم اجعلنا من الحمادين واجعلنا من الصابرين يا رب. سبحان الله. مين تاني؟ قال سيدنا الحبيب أول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. سبحان الله. والرسول مش واخد باله ولا ايه؟ يا رسول الله عجبا، وأين أبو بكر؟ قال عجبا لكم أنتم، أتريدون أن يقف أبو بكر لحساب؟ إن الملائكة قد زفته إلى جنات عدن. خلاص بقى، أعطاني الزفة الكبيرة بقى ساعة أبو بكر. مرة وأنت كمان، لأن يعني بيقال أن كمان أبو بكر إيه؟ سبحان الله، هو الذي يقال له يوم القيامة النار تناديه. هو معدى على الصراط، كله لازم يعدي على الصراط، كله لازم يعدي. سبحان يا أبا بكر أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. يا عم طفيت الولعة بتاعتنا كده. سبحان الله. ليه؟ ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا. عنده يقين غريب في الله عز وجل، عنده صلة بالله لا يعلمها إلا الله. سبحان الله. ولذلك كان له وضع في الإسلام غريب وعجيب. اللهم ارضى عن أبي بكر، واللهم أرنا وجهه يوم القيامة، واجعلنا من جيرانه في الجنة وجيران رسول لك وصحابته غر الميامين يا رب العالمين. أمين يا رب. إذن الحمادون لله على كل حال. وبعدين الأرملة سبحان الله اللي تركها الزوج وساب لها يتامى. وبعدين يليهم الشهداء. مين الشهيد؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو شهيد. يعني واحد يقول له انت رايح تحارب ليه؟ عشان اخذ الارض. طب لو ادوا لك الارض من غير حاجه تحارب؟
يقول لا، بالسلامه بقى، انت مش شهيد. طلعت تحارب عشان الايه؟ عشان الارض. طلعت تحارب عشان انت مجند. ولذلك اقول لاخواني وابنائنا من الضباط القوات المسلحه والجنود ان يحتسبوا المده بتاعه تجنيدهم او وظيفتهم العسكريه دي رباط في سبيل الله. يعني الناس اللي على الحدود او في اي معسكر من المعسكرات، لو ان العسكري او الضابط مهما قلت او علت رتبته لو نوى ان هذا رباط في سبيل الله، رباط في سبيل الله، يكتب له من الحسنات ما لا يعلمه الا الله. يعني يحول المهنه الى ايه؟ الى خير. بس مش في نقطه بقى، مش قصاد دي بقى العسكري اللي يديه فلوس نزلوه اجازه واللي ما يدروش والكلام، والعيال يسرقوا البطاطين من بعض والمهمات ويقول لي انا مرابط في سبيل الله. لا، انت مرابط في سبيل الشيطان، انت نصاب بعيد. لكن المرابط في سبيل الله من يتقي الله عز وجل، واحد خايف من ربنا يخاف من الله، فبيجعل الليالي اللي بيقومها في المعسكر انما هي ايه؟ رباط في سبيل الله. لان عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. طيب مين كمان سبحان الله اللي هم ما لهمش ايه؟ اللي ما لهمش سيئه وداخلين على الجنه على طول؟ قالوا السبعه اللي هم ذكروا في الحديث الشريف الذين هم في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله. مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اول واحد امام عادل، مش الامام اللي بيصلي بالناس، لا دي اسمها الامامه الصغرى. اصل الامامه في الفقه نوعين. اخواننا بتوع اللي بيدرسوا الاصول وبندرس لهم بيدرسوا في الازهر او في الشريعه وغيره سبحان الله يعلموا ان الامامه امامتان، امامه كبرى وامامه صغرى. امامه كبرى امامه المسلمين المسؤولين عن امور المسلمين اهل الحل والعقد، دي اسمها الامامه الكبرى. الرسول سماها امامه ايه؟ كبرى. قال سموها امامه كبرى. وامامه الصلاه امامه صغرى سبحان الله، لان مراعاه حقوق العباد دي مساله مش سهله عند الله. امام عادل، لان اهل الجنه ثلاثه: امام مقسط عادل يعني متصدق موفق، امام مقسط يعني ايه؟ يعني قال لو فيه قاضي قاعد يحكم بالاثنين وتمنى في قلبه أن يكون الحق مع واحد معين لأن استريح له، يعني قلبه مال لأن المنتصر يبقى فلان، ولكنه حكم بالحق بعد ذلك، حكم بالحق بس هو نوى أو يعني تمنى في داخله أن الحق يبقى إيه؟ مع فلان. يجيء على الصراط وشقه مائل يوم القيامة. تقول أنت بقى إيه؟ مسألة صعبة ولا سهلة؟ نسأل الله السلامة. اللهم سلمنا يوم القيامة وثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، وألهمنا حجتنا ويقيننا. اللهم ألهمنا حجتنا يوم نقف بين يديك يا رب العالمين. سبحان الله. إمام عادل. ثاني واحد على طول الوشاب نشأ في طاعة الله. لما تلاقي المسجد بفضل الله عز وجل الرؤوس كلها سودة اطمئن خيرا، لأن الناس الشايبين دول الكبار دول البركة بتوعنا بقى. ده الواحد منهم سبحان الله احنا بنستحي منهم لأن الله علمنا أنه هو يستحي منهم، فمن باب أولى احنا بنستحي. وجودهم في الدنيا وفي بيوتنا بركة. لكن الأمل بقى في مين؟ في الشباب الصالح. عجب ربك من شاب لا صبوة له، شاب ملوش انحرافات، شاب نشأ في طاعة الله. عمل كده يضرب به المثل سيدنا علي رضي الله عنه ابن أبي طالب، لم يسجد لصنم قط ابن كرم الله وجهه. سيدنا سبحان الله العظيم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شوف سيدنا يوسف كده سبحان الله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحسن له من إيه؟ من أن مع دي يتمناها كثير من المنحرفين. لكن الشباب الصالح، الشباب التقي، الشباب الورع، الشباب الذي نشأ في أحضان كتاب الله وسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم هم دول الأمل سبحان الله. شاب نشأ في طاعة الله. من تاني يا رسول الله؟ قال ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه. إذا اعتاد الرجل المسجد فلا تشكوا في صلاحه. هذا من اللي يترك ليه رايح وجاي من الجامع ما تشكوش بأنه صالح إن شاء الله، بس يخلي باله أنه أصبح مسؤول عن نصر الإسلام أمام الناس، لأنه أصبح وجه الإسلام، أصبح هو وجه من وجوه الإيه؟ الإسلام. لأنه لو عمل غلطة شوف بتوع أسد الفرات نصابين إزاي، شوف بكاشين إزاي، شوف اللي بيصلوا ورا الشيخ عمر منافقين إزاي، دايما هيتهمونا كلنا بالإيه؟ سبحان الله. لأن من أقول لك مثلا نفرض أن أنت كده الناس لقيتك
اخ كده عليك هيبه الاسلام وبتاع، ورحت واقف في طابور تدفع تذكره في المسرح ولا في السينما مثلا، يعني والعياذ بالله رب العالمين، نسال الله ان يعافينا جميعا. عارف اللي هم بتوع السينما نفسهم، لو كده واقف كده ولحيتك ولا شكلك كده ينم انك يعني، هم يتحولوا الى دعاه ووعاظ يعظونك، صح ولا لا؟ عيب يا شيخ. طب ده مكاننا احنا بقى، انت يا راجل ده كلام، تيجي انت في المكان واخد بالك ينقلب الحال، هم اللي يوعظوك. فده من فضل الله على المؤمن ان الناس بتبص له هذه البصه فيفوق اوام حتى يبعث له الانسان المنحرف يعظه. مش بدل من كرم الله على المؤمن يلاقي واحد حتى ملوش في الدين يقول له عيب يا اخي، ما تسيبنا احنا ايه؟ انت راجل تقف في الطابور ده خلاص، امال اسد من فراق مين اللي بيصلي فيه؟ سبحان الله، تبص تلاقي نفسك الله صحيح، تراجع حساباتك. يبقى اذا المسلم يعني ما دام تعودت قدماه المسجد فلا تشكوا في صلاته. اذا رايتم الرجل تعودت قدماه المسجد فلا تشكوا. سبحان الله. ليه؟ الا ان من تطهر في بيته ثم توجه الى بيت مولاه فان الله بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم. طيب ايه كمان؟ قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. دي كلنا فيها عندنا أزمات نفسية عايزين نطلع قدام الناس. لا أنا عايزك في السر، شمالك ما تعرفش يمينك ادت قد ايه، يبقى من باب أولى صاحبك. لا ده أنا بضرب لك مثل، يعني هم مش مبلغ كبير قوي، يعني أنا طلعته كده لله، هو مش كبير قوي، أنا 250 جنيه بس، أنا مش ما يكونش نيت أقول الله. أنت بتقول إيه؟ حتى لا تعلم شمال، لأن لو طلعها ويقصد بها أن تراه يجي يوم القيامة عملت طلعت 500 جنيه لله ليك يا رب، لا ما كانش ليه، أنت كان لفلان، تعالى يا فلان تدي له حاجة، أدي له إيه؟ هو ما عندوش حاجة يديها لي. إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا سلام، أنا عايزك تركز على خاليا دي. أصلنا في الجامع بنعدي بعض بالبكاء، صح ولا لا؟ أنا بيعيط واحد يقول الله يعني أخويا محمد بيعيط وأنا يعني مثلا حجر، وإبراهيم بيعيط يعني أنا مثلا لوح، أنا أعيط شوية، يستحث نفسه من إيه؟ في البكاء. لكن الحديث يقول رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكان عمر بن الخطاب من كثرة بكائه وخشيته صنعت الدموع تحت عينيه خطين كقبالي النعل الذائبين. عارف الفتله القديم، الخيط القديم، رباط الجزمه التعبان الدهبان، سبحان الله، عملت خطين مجرى من كثره الدموع بتاع مين؟ بتاع سيدنا عمر. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. شباب بقى الايه؟ شباب التقي الورع الذي يخاف من الله عز وجل، وقدوته في ذلك يوسف الصديق عليه السلام. سبحان الله. يبقى امام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وبعدين رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ولعلنا نكون هؤلاء، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لأن الحب في الله ده هو ده اللي يمكن إن شاء الله يمكن ينجينا يوم القيامة. لأن هناك من الأقوام أقوام تحابوا على غير أرحام بينهم. ما تعرفش، يمكن ما تعرفش اسمه، ما تعرفش ايه اسمه، لكن بتحبه. ولك شوف احب اقعد معاه شويه، كلامه حلو وقعدته حلوه انت غير ما تعرفه. سبحان الله. والارواح جنود مجنده ما تقارب منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. سبحان الله. حتى تحفظون لو دخل مؤمن مجلسا فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. قلبه كده ايه؟ الارواح كده تجتمع مع بعضها. ورأينا إبراهيم بن أدهم لما رأى عصفورا يسير مع غراب، الإيش جمع ده على ده، عصفورة بشكل حلو وبصوت جميل مع غراب النوح ده والعياذ بالله الذي أوى. هل فرأيتهما يعرجان؟ قلت سبحان الله، جمعتهما المصيبة، مصيبة واحدة جمعتهم. وهناك من الناس ما تجمعهم مصيبة الانحراف والفسق بتوع قعدة الطاولة. وما زلنا نؤكد أن حلقات دار الآخرة مش حكايات، لا إنما هي أحكام، برضه فيها أحكام. الطاولة حرام واللي بيلعبها حرام، والوقت فيها حرام، وسوف يسألك رب العباد سبحانه وتعالى عنها لأنك ضيعت وقتك في شيء حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه القعدة الناس بتوع الطاولة
القعدة بتوع القهوة، قعدة النادي اللي ما فيهاش داعي، القعدات كل جلسة ليس فيها ذكر لله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: أيما قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه فكأنما قاموا عن جيفة حمار. لما يكونوا قاموا وهم كانوا لسه بياكلوا جيفة حمار. وذلك في دعاء الاستغفار من المجلس لازم تقوله، وتقرأ سورة العصر. ليه؟ لأن عسى أن يكون هناك حصل لغو أو حصل كلام تخطيت به حدود الأدب مع الله عز وجل. يبقى انقسمنا إلى أقسام 3: من لا حسنة لهم أخذتهم التقطتهم أعناق من النار والعياذ بالله، وأناس لا سيئة لهم دخلوا بفضل الله الجنة، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. وأغلب أهل الجمع، أغلب أهل المحشر، أغلب من يحاسب من اختلطت حسناته بسيئاته. ده الغالبية العظمى بقى. يا إما الحسنات كثرت عن السيئات لازم في حساب، فسمعته يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فبعد ما خلص: يا رسول الله يا رسول الله، سمعتك تقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب تفهمها لي يا حبيب الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، هذا هو مجرد العرض على الله. يعني أنا بسأل الله أن يخفف عني الحساب، ده مجرد أن أقف بين يدي الله، ده اسمه تخفيف الحساب. أما من ناقشه الله الحساب فقد هلك. يعني ربنا هياخد ويدي معاها ضايع. توحد الله. المسألة ليست من السهولة بمكان. أنا مش لا بصعب عليكم المسألة، ولكن من الأمانة العلمية أن ننقل كما جاء في الكتاب والسنة، مش كلام من عندياتي سبحان الله. فإذا نقف أمام الله عز وجل أغلبنا بقى، الغالبية العظمى، يا إما واحد كثرت حسناته، يا إما واحد كثرت سيئاته، يا إما واحد استوت حسناته وسيئاته. كل الحاجات دي بالميزان. طب يوم القيامة، واعذروني كنا ندخل حلقة الميزان في جزء من الحساب ونرجع تاني نفرد الحلقة للميزان خاصة بها إن شاء الله. هل هو ميزان واحد والله موازين؟ مرة ربنا بيقول: ونضع الموازين القسط اليوم. في موازين وفي برضه في ميزان. الميزان اسم جنس للموازين كلها، لكن الميزان يوم القيامة واحد، والقباني اللي واقف عليه اللي بيوزن جبريل عليه السلام. يبقى في واحد بيوزن يشوف المؤشر، شكل الميزان لونه، كفته، مع الله أعلم. الله أعلم. أنت المهم أن في ميزان توزن به الأعمال. دي مسألة خارج حدود العقل، لأن الأعمال دي مادية ولا معنوية؟ معنوية. طب أنت بتوزن كيلو الفاكهة، ده مادية، حاجة محسوسة بتعمل وزن. أما المعنوية تتوزن إزاي؟ يزنها رب العباد سبحانه، الذي يقول للشيء كن فيكون. ربنا قال على الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الوزن هنا بقى وزن الفاكهة واللحوم ولا وزن الأعمال؟ يعني وزن معنويات ولا وزن ماديات؟ وزن معنويات. يبقى إذا شكل الميزان، لونه، كيفيته الله، لكن في ميزان حسي قدام الناس كلها. هناك ميزان موضوع أمام الناس جميعا توزن فيه الأعمال. توضع بقى حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة. قول الله. طب الكلام ده أنا خدت الكتاب بتاعي في الحلقة اللي قبل اللي فاتت، قلنا اللي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. خلاص الكتاب ده قلنا دي الشهادة الأساسية اللي فيها مجموع الدرجات اللي نجح فيها، ومجموع درجات المواد اللي سقط فيها. أما الأعمال وتفاصيلها دي في السجلات اللي تحت العرش، في الأرشيف الرباني ده اللي بيدفع لكل واحد من تحت العرش 99 سجل، كل سجل مد البصر. بتتفرغ الأعمال دي اللي في الكتاب بتاعك. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد إلا أحصاه. فكل محصى، وسبحان الله فيبقى يفرغوا الملائكة يروحوا واخدين الحسنات لوحدها حاطينها في الكفة اليمين، والأعمال السيئة في الكفة والعياذ بالله الشمال. والله بقى من أراد الله به خيرا رجح جانب الحسنات، يروح جبريل واخد رافع ايد صاحب الميزان. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوضع حسناتك في الكفة اليمنى وتوضع سيئاتك في الكفة اليسرى. فنغسل الحساب ازاي بقى؟ والله اعلم. اول شيء الحسنة الاولى مثلا العناوين الخمسة اللي نتحاسب عليها
هي الأوامر، النواهي، الذكر، الشكر، النعم. المجاميع بتاع الايه، مجموعات المواد اللي هنمتحن فيها، اللي هنتحاسب عليها: الأوامر، النواهي، الذكر، الشكر، النعم. فتعالى لجانب الأوامر. ربنا أمر بكذا، مثلا أن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، مثلا ده أمر. العبد عمل دي، أيوة عملها، قد قبلناها منه. فيسجد العبد، بيسجد ايه؟ سجد شكر ان ربنا قبل منه الايه؟ الحسنه. ما هو ممكن ايه، هو كان بيروح الجامع عشان الناس تشوف يردها عليه. طيب ايه الامر الثاني؟ الصلاه لوقتها. قال لا والله يعني الحقيقه انا كنت راجل اعمال، ويعني زي ما انتم عارفين رجال الاعمال الكلام اللي ايه، اللي بيفض بيه المجالس. لا هناك مفيش فض مجالس، مفيش كلام ده. لا تعال، ايه شغلك؟ يجي الواحد من الحكام ما بيصليش، انت ايه شغلك على الصلاه؟ الله الحكام طب تعال مع اخوك فرعون، يلا مع السلامه. مفيش سلام، تداهي. سبحان الله. وانت الله الوزاره وشغل الوزاره، تعال اخوك همان وراه سكر، امشي. سبحان الله. وانت تعال راجل كنت صاحب ملايين وليا، انت مع حبيبك قارون، يلا ماشي في الدرك الاسفل فكر، ماشي. لا اله الا الله، مساله صعبه قوي. طب وانت الله يبقى التجارات الواسعه بتاعتك مع ابي بن خلف حبيبك. سبحان الله. الهاويه يا ستار يا رب. هذا جانب الاوامر. ايه لسه في الصلاه؟ طب صلاته ناقصه. مش ناقصه انه في ظهر عليه وعصر، لا الظهر نفسه ناقص ركوع، ناقص سجود، ناقص خشوع. الاكملوا لعبدي الا من عبد الا له من تطوع. الناس اللي يقول لك اصل هو يكملوا لنا الناقص، لا مش التكمله الفرائض اللي انت سبتها. مش قعدت 20 سنه ما تصليش فكر انها يكملوها لك تطوع، لا. ان الله لا يقبل فرضا لن يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه. لما اعمل 100,000 عمره هل يسقط عني هذا الحج؟ لازم احج. خلاص نفس القضيه. لو صليت 100,000 ركعه لذلك ايه بقول لك مع محافظتك زي ما قلنا يوم الجمعه على اوقات الصلاه والصلاه لوقتها وصلاه الجماعه في المسجد، اوعى تنسى ركعتين في جوف الليل. ليه؟ لان دول ان شاء الله من الذين يخرجون من القبور الى باب الجنه ان شاء الله. اهل قيام الليل اللي ما شغلتهمش برضه تجاره ولا بيع عن ذكر الله. ربنا مدحهم في كتابه العزيز: لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. قالوا يعني ايه؟ سبحان مقلب القلوب، ربنا يثبت قلوبنا على دينه. هذه جانب الاوامر. اول شيء ليه امرك ان تشهد؟ شهدت؟ ايوه يا رب شهدت، بس كان عندك سنه شرك كده. يقول له كان متوكل على واحد غير، معتمد ان مش عارف ايه، حاطط ذهنك ان الطبيب هو اللي يصحيك، ممكن ان الدواء هو اللي يشفيك. سبحان الله. يبقى مش توحيد خالص. تعال لجانب الزكاه. زكيت عن ملك ولا لا؟ الله يا زكاه. سبحان الله. اسالوا برضه عن ايه؟ عن زكاه. يا خلاص طيب قبلنا منك ايه؟ الصلاه خلاص كويس، تيسد العبد. والزكاه ناقصه حته، لكن ايه كان في صدقات كملتها كويس. قبلنا الزكاه، يروح ايه؟ ساجد. حتى لو عدى العبد على سيئه، كل ده بين العبد وبين ايه؟ وبين ربه، والناس كلها بص عليه وعارفه ان ده فلان ابن فلان. يعني اللهم لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يا رب العالمين. سبحان الله. فسبحان الله يبتدي ايه؟ حتى السيئه غفرناها لك، يروح ايه؟ ساجد برضه ايه؟ شكر لله. هو الملائكه تقول ايه؟ عجبا لهذا العبد اما له من سيئه. يا سلام، ده بقى اللي ربنا ايه؟ كرمه بكرمه. اللهم اكرمنا بكرمك يا رب. شوف خلى العباد بصوا عليه في جانب الخير بس. يبقى جانب الاوامر الشهادتين، الصلاه، الزكاه، الصيام. وبالذات تقول الست بتاعتك لما تولد مجرد ان ينقطع الدم بعد الولاده تبتدي تصوم الايام اللي عليها. اما حكايه 40 يوم يبقى عليها ايام كتير قوي، وعليها صلوات كتير قوي. ليه؟ لان امها قالت لها ما تصليش ولا تصومي الا بعد 40 يوم من الولاده. لا، الفقهاء قالوا لها صومي وصلي بعد انقطاع الدم ولو بيوم واحد. بعد الولاده انقطع الدم، بعد يومين، بعد 3، بعد 10، بعد 20، يبقى ده 40 يوم. ده الايه؟ ده الحد الاقصى. حد الايه؟ الاقصى. يبقى هي لازم ايه؟ تصوم وتصلي. يبقى في صلوات علينا وعلى ستاتنا ايه؟ نوصيهم عليها عشان ايه؟ ما يتعلقوش في رقبتك يوم القيامه. يقول لك ما قلتليش ليه؟ مش كنت بتحضر؟ اهو ادينا قلنا واديك حضرت واديك هتقول باذن الله رب العالمين. عشان ايه؟ نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها. جانب الايه؟ جانب الصيام. خلاص كويس. وبعدين الحج
كان يقدر يحج الراجل؟ كان يقدر. طب ما راحش سبحان حج كويس. ايه كمان الأوامر؟ الأوامر كثيرة، كذا وكذا وكذا، وجدوه كامل في الأوامر. يدخلوا على الايه؟ جانب عنوان الثاني، المادة الثانية، النواهي، منهيات. نهانا عن ايه؟ نهانا عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. اوعى تظلم حد. سبحان الله. يبقى أول حاجة ايه من النهي؟ الظلم. النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. النهي عن شرب المسكرات والمخدرات. النهي عن التبذير في المال الذي جعل الله لك فيه قياما. النهي عن سبحان الله الإساءة إلى مسلم من قريب أو من بعيد. النهي عن تضييع فرائض الله عز وجل. النهي عن السخرية بالمسلمين. النهي عن الغيبة والنميمة. النهي عن شهادة الزور. النهي عن المحلل والمحلل له. كل هذه المنهيات عد فيها يعني فإن تنجو منها فانجو من ذي عظيمة وإلا فإني أظنك أو ما إخالك ناجيا. خلص جانب المنهيات. تعال لجانب الذكر. المسألة بقى يعني كل ده ايه؟ واحد قال له يا علي بن أبي طالب طب ازاي؟ كيف يحاسبهم على كثرة عددهم؟ هل له كما يرزقهم على كثرة عددهم؟ انت زعلان ليه؟ سبحان الله، ده ربنا اللي بيحاسب. تعال لجانب الذكر. ربنا يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فمن ذكر الله ذكره الله ومن نسي الله نسيه الله. سبحان الله. إذا جانب الذكر قيام الليل والتوكل على الله وبعدين يقول لك ختام الصلاة من تمام الصلاة. لا، مفيش حاجة اسمها ختام الصلاة من تمام الصلاة. تختم الصلاة سنة لكن ليست من تمام الصلاة لأن الصلاة قد تمت. لازم تختم الصلاة لكن ليس من تمام الصلاة. بلاش الجملة دي. يبقى جانب الايه؟ جانب الذكر. سبحان الله. وقلنا وما زلت أكرر لو اتقلبت في فرشتك بالليل أول ما تقلب اذكر الله. ليه؟ لأن الملائكة قاعدة تكتب لك حسنات. ما تضيعش وقت. بلاش الوقت اللي يضيع. بلاش الوقت اللي يضيع. تضحك على روحك وتقعد قدام التلفزيون وماسك السبحة سبح. انت بكاش. ليه؟ او نصاب. ليه؟ لان اذا هتنصب عليا لا تستطيع ان تنصب على من يعلم السر واخفى. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. مش هبقى بتفرج على التلفزيون وبسبح. لا، قاعد المدرب بتاع الهوكي ولا مش عارف البليه المائي ماسك السبحة والبنات بتوعه بيرقصوا في الميه. نفسي اخده اغرقه معاهم. لكن المهم سبحان الله امر الله وحده. ربنا يهدي الكل. سبحان الله. اذا هذه ايه؟ هذا جانب الايه؟ هذا جانب الذكر. لازم الواحد يكون ايه؟ ذاكر لله على كل حال. وبعدين جانب الشكر. اشكر ربنا على ايه وعلى ايه وعلى ايه وعلى ايه؟ يا خبر ابيض. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. وبعدين يجي الخمسه بقى جانب النعم. نعمه الاسلام عملت فيها ايه؟ نعمه الايمان، نعمه التوحيد، نعمه الصحه، نعمه السكن، نعمه الزوجه، نعمه الاولاد، نعمه المال. كل دي نعم. ماذا صنعت فيها؟ هل استخدمتها في عصيانك لله واستخدمتها في طاعة الله؟ ولا تاخد فلوس حرام وتقول هتصدق بيها؟ لا. من يتصدق بالمال الحرام كمن يغسل الثوب النجس بالبول. ما ينفعش. يبقى إذن دي الخمس عناوين الأساسية بتاعت الحساب. يبقى الأوامر، النواهي، الذكر، شكر، جانب النعم. وبعدين تعال بقى خلص الحساب بتاعك. رجحت الكفة أو خفت. اللهم اجعلها من الراجحات يا رب. ينادي هنا جبريل لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا. تخيل فرحتك أنت بالسعادة في الوقت ده عن سعادتك في الدنيا اللي كنت بترائي المخلوقين بأعمالك. عامل روحك أنك راجل وقور وراجل محترم وراجل قوام لليل وصوام للنهار وراجل ماشي مع أهل العلم وراجل ماشي مع الصالحين وراجل متصدق وراجل حلال لمشاكل المسلمين وحاطط في ذهنك هذا الألم الكبير عشان إيه؟ تبغي الناس. لكن لا، شوف بقى السعادة والناس كلها بتغبطك يوم القيامة وانت معدي وسطهم كده إيه؟ وترفع كتابك هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ظننت يعني لا، ده إني أيقنت. أنا كنت موقن أن أنا إيه؟ جاي لليوم ده فكنت مستعد له. أعددت نفسي ليوم الامتحان فربنا أكرمني. إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو إيه؟ في عيشة راضية. العيشة نفسها راضية. أمال اللي عايش فيها يبقى إيه؟ العيشة نفسها راضية. فما بالك بمن يعيش فيها؟ أصبحت العيشة راضية هناك. ليه؟ لأن هناك بقى هنشوف العجب في الجنة.
باذن الله رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. في الحلقات بتاعت الجنه ان شاء الله اللي نبقى نختم بيها فيها العجب العجاب، لا الم ولا تعب ولا ضيق ولا كبت ولا اكتئاب ولا منيه ولا منيه ولا بصاق ولا مخاط ولا عرق ولا حيض ولا نفاس ولا ولاده ولا تعب ولا مدارس ولا قرف ولا مشاكل ولا حكام ولا فيش الكلام ده كله. بالعكس يقول الله عز وجل طوب للجنه طوبى لك منزل الملوك. الغلبان اللي مش لاقي ياكل يبقى في الجنه ايه؟ يسمى ايه؟ ملك عند ملك الملوك سبحانه. لان ربنا هيملكه. الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء، حتى يقول المولى عز وجل في الجنه يا عبادي اني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يا الله يا الله يا كرمك يا اكرم الاكرمين. سبحان الله. يبقى المساله عايزه استعداد، ومساله حديث الدار الاخره يعني بتشجع هذا الاستعداد للقاء الله عز وجل. اذا نادى هذا المنادي جبريل سعد فلان سعادة، رفع كتابه انطلق إلى أهله مسرورا. ليه؟ لأن قالوا إنا كنا قبل في أهلنا إيه؟ مشفقين يعني إيه؟ خايفين من إيه في الدنيا؟ من عذاب الله في الآخرة. فجاء يوم القيامة ربنا إيه؟ أمنهم من العذاب. أما اللي آمن في الدنيا بقى يا أستاذ، الكلام اللي بيقول لك في الجامع ده واحد صاحبك يعني ده بيضحكوا عليكم يا عم، ده بيخوفوكوا عشان يجيبوا رجلكم يا عم، ده ربك غفور رحيم يا عم سبحان الله. قول له يا سيدي انت ميز، بس انت ميز، ده اوامر الله. هو بيقولوا لنا بيألفوا لنا كلام من عندهم، ده القضيه اوامر ونواهي. فالمساله مساله تمييز. بلاش يا سيدي العلم العلماء، افتح انت المصحف واقرا. ده عين القارئ بيصلي بالناس غلط. فخر عليهم السقف من تحتهم. الراجل بعد ما خلص قال له سيدنا الشيخ مش حافظ لكن ما تميزش لا يعني. طب السقف يقر من تحت السقف من فوق. فمسألة تمييز. بلاش علم العلماء، بلاش دروس، بلاش كتب، لا خليك انت ايه سبحان الله افتح كتاب الله واقرأ ما فيه. اقرأ جزء عامة كده، خليك في الحاقة، في الواقعة، في التكوير، في الانفطار، في عامة، روح هود في الأول، افتح أي صورة واقرأ ما شئت ومن غير تفسير. سوف يدلك قلبك إن نويت نية صادقة على الهداية إلى الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. العكس بقى، الأوامر، النواهي، الذكر، الشكر، جانب النعم وجد مقصرا. حتى شوية الحسنات اللي طلعت سليمة طلعوا أصحاب الحقوق أخذوها. شوية الحسنات اللي سلمت من الرياء ومن المنظرة ومن النفاق سبحان الله، الحسنات طلعت سليمة. ليه أصحاب الحقوق أصحاب المظالم اللي انت أكلت حقهم واغتبتهم. حتى قال أهل العلم لو علم المغتاب ما يؤخذ منه من الثواب لكان حريا أن يغتاب أبويه. مش فاهم انت؟ توحد الله، لا إله إلا الله. يعني بيقول لو هو بقى عمل ان هو بيوزع في الحسنات أحن الناس عليه وأقرب الناس ليه مين؟ أبوه وأمه. لو هو بقى يعني عمل عليهم خير كان يغتابهم هو بقى. لو كان الغيبة كويسة كان الراجل بيغتاب مين؟ يغتاب الأب والأم عشان بدل الحسنات ما تروح لحد غريب تروح لمين؟ لأبوه وأمه، حتى يبقى بر بيهم شوية، بس مش بالغيبة. يعني ده العالم مش بيقول لك اغتاب، يعني بيقول لك لو كان. فقلنا يوم الجمعة المغتاب إن تاب فهو آخر أهل الجنة دخولا، وإن مات المغتاب ولم يتب فهو أول أهل النار دخولا. يعني المغتاب اللي تاب آخر واحد يخش الجنة، والمغتاب اللي ما تابش أول واحد يخش النار والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين. هنا خفت الموازين والعياذ بالله، اللي هو ابناء الصنف الثاني يدار الكتاب بتاعه بقى. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ممكن انت هنا في الدنيا لما واحد يستعطفك، يعني مثلا حرامي سرق في الاتوبيس، الناس كلها كل اللي عايز يضرب بيخش. واحد قال يعني عامل قلبه رهيف قوي، بس ما تسيبوه بقى، ما انتوا عدمتوه ضرب بقى خلاص، وخدتوا الفلوس والراجل فلوسه رجعت له خلاص بقى، ان الله غفور رحيم. قال يعني ولو فلوسه هو كان خد الراجل رماه من الاتوبيس. المهم سبحان الله. يعني اذا في وسائط في الدنيا، طب في الاخره حد يحن عليه؟ يا ليتها كانت القاضيه، يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ريت ما كنتش عرفت الحساب ده. يا ليتها كانت القاضيه. خلاص ارحموه؟ لا، خذوه الفغلوه يا ستار يا رب، ثم الجحيم صلوه، احرقوه في النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا وما السلسلة هذه يا رسول الله؟ ايه السلسلة اللي 70 ذراع دي؟
قال لو وضعت منها حلقة على جبل أحد لذاب من ساعته. الله، كل الناس عايشة تاكل في بعضها، اللي ما بيصليش ما بيصليش، واللي بياكل حرام بياكل حرام، واللي بيطلع مراته عريانة يطلعها عريانة، واللي بناته رايحين الجامعة ببنطلون وقلة أدب ومسخرة. سبحان الله، لسه برضه ما زالت يعني سوء الأدب مع الله يستمر معنا. لا بالعكس، الواجب المسألة تراجع، الحسابات تعاد. ليه؟ لأن سوف أقف في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. اللي خلى سيدنا عيسى يقول يا رب لا أسألك عن مريم ابنة عمران. سيدنا موسى أنا ما أعرفش هارون مين؟ سيدنا إبراهيم أنا مالي بإسماعيل، نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي. ثم بعد ذلك يحاسب الله عز وجل الأمم بقى، حساب الأمم. أول أمة نوح، يؤتى بنوح، يا نوح هل بلغت؟ نعم يا رب. بلغت قومك يا نوح؟ نعم يا رب بلغتهم. يا قوم نوح هل بلغكم؟ فبين مصدق ومكذب. شو اللي آمنوا به يقول لك إيه؟ بلغنا. وشو اللي والعياذ بالله الكافرين اللي هم الأغلبية قالوا إيه؟ ما بلغناش. يا نوح إن قوما يقولون ما بلغتهم، مع أن ربنا هو خلاص هو الحكيم الخبير وهو العليم الخبير، لكن عشان يلزم الحجة لإيه؟ لعباده. يقول لي يا قوم يا نوح أمعك من يشهد؟ أيوة يا رب، محمد وأمته. تعالى يا محمد. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هل بلغ نوح قومه؟ فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخر الآيات. حتى قال أهل العلم حتى إن المسلمين يسمعون صوت النبي كأنهم ما سمعوا القرآن من قبل. ربنا يسمع المؤمن ساعتها بقى صوت الحبيب المصطفى بالشكل ده. طب هذه سيدنا محمد شهد، وأنتم يا أصحاب محمد؟ نعم يا ربنا لقد بلغهم. وما الذي أعلمكم؟ هم بقى الإيه؟ قوم نوح الكذابين. كيف تشهد علينا من لم يرنا؟ إزاي؟ ناس مش عايشين معانا، إزاي يشهدوا علينا؟ يقول الله عز وجل نعم كيف تشهدون عليهم وأنتم ما رأيتموهم؟ برضه عشان يلزم الحجة. أقول لو واحد تاني نخرس قليل خلاص حصل، لا بيديك الايه؟ الأعذار كاملة، الأعذار كاملة. سبحان الله. يا ربنا قرأنا كتابك وتلاه علينا رسولك وعلمنا أن ما فيه صدق وحق، وقرأنا فيه أن نوحا بلغ قومه. قال صدق محمد وصدق أصحاب محمد. مين تاني؟ إبراهيم. تعالى يا إبراهيم، نفس القضية. موسى، عيسى، كله. سبحان الله. وبعدين سبحان الله ينادى على جبريل. كل واحد يسأل يا مكان هل يأتي تصطك ركبتاه يكاد أن يقع فرطا وخوفا من الله عز وجل. تعالى يا جبريل، هل بلغت محمدا؟ نعم يا رب. يا محمد؟ نعم يا رب العباد. يزعم جبريل أنه بلغك. نعم يا رب. صدق جبريل. يا أمة محمد هل بلغكم محمد؟ قالوا نعم يا ربنا قد بلغنا. سبحان الله. صدقتم يا أمة محمد. سبحان الله. سؤال الأمم يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عليه الصلاة والسلام. كل أمة يطلع منها شهيد يجي سيدنا الحبيب يشهد على إيه؟ علينا وعلى الأمم كلها صلى الله عليه وسلم. وده الإيه؟ وده المقام المحمود يوم القيامة الجزئية الباقية اللي مسألة الإيه؟ الشفاعة إن شاء الله رب العالمين. بقي في الحساب نقطة قبل أن ننهي الدرس إن شاء الله. الله عز وجل في مسألة الحساب يقول في الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني أنت شوف في الدنيا راعية غنم يخطف الذئب رضيعها، قبلها بلحظات معها رغيف عيش، آخر لقمة فيه حطته في بقها، حطت اللقمة في إيه؟ في فمها. فيقول لا لله، راح تديله اللقمة. لحظات وجاء الذئب فخطف ابنه، أسرعت خلفه. يا ذئب ابني، يا ذئب ابني. يا جبريل خلص ابنها من فم الذئب وأعته إلى أمه وقل لها لقمة بلقمة. مفيش خير إيه؟ مفيش خير يضيع عند الله، مفيش خير تعمله إلا إيه؟ تجده في أبنائك. اللي خايفين أن يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الرصيد والتأمين الحقيقي فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لازم تتقي الله وتقول كلام صح وربنا يخلفه لك في الإيه؟ في الذرية من بعده. سبحان الله. يبقى مثقال الذرة ربنا يحاسبنا عليه. وإن تكن مثقال سبحان الله، مثقال الذرة دي حاجة يعني. لذلك يقول يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة
حاجه يعني. شوف الذره دي اللي هي لا ترى بالعين المجرده، وزن ربنا هيزن بالميزان يوم القيامه بالذره. شوف الذره ميزانها ازاي، حاجه يعني ما تتوزنش بالموازين بتاعتنا العاديه. فيوم القيامه ربنا هيزن بمثقال الذره. فشوف بقى البصه والضحكه والسخريه والكلمه والجيئه والروحه والذهاب والاياب والقعود والجلود والحركه، كلها مسائل يجب أن يراعي العبد فيها ربه، لأن الله سوف يسألنا على صغير الأمر أو كبيره. هذه حلقة من الحلقات الصعبة جدا على النفس والمرعبة جدا والمخيفة، ولكن هذه يعني أمانة العلم يجب أن تقتضي أن ننقلها إليكم. بارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.